السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم متابعيني، وأهلا وسهلا بكل متابعة جديدة لإلي. إذا أول مرة عم بتتابعوني بتمنى تحطوا لايك واشتراك للقناة، ويلا نبلش بفقراتنا الأولى. بنبلش طبختنا باليوم. راح أعمل بطاطا حرة، هي من أحد المقبلات اللبنانية والسورية. أول شي بحط زيت زيتون، وبحط كمان توم مهروس، بحركهم شوي وبضيف فوقهم إما دبس فليفلة أو فليفلة حمراء. بحركهم شوي وبضيف كمان كزبرة يابسة وعصير ليمون. طبعا هي من الأكلات السهلة والطيبة، بيحبوها الكبار والصغار كمان. هون قليت بطاطا، فرمتها مكعبات وقليتها، بس أنا هون هونت عليكم الفيديو مشان ما يطول. وبعدين بحط البطاطا فوق هذا الصوص اللي عملته، وكم تقليبة وبتكون جاهزة. زي هون حطيتها وكم تقليبة بتكون جاهزة، وبنسكبها بالصحن وصحتين وهنا. جربوها كتير كتير طيبة. وهون سكبتها بالصحن، واذا كمان بتحبوا تضيفوا عليها كزبرة خضرة كمان طيبة، بس انا ما بحب الكزبرة الخضرة. وهاي هون كمان عملت بطاطا مسلوقة مثل المسبحة. بطاطا مسلوقة، بعدين بحط فوقها لبن وطحينة وعصير ليمون وثوم وملح. كمان بتطلع كتير طيبة. بتحبوا تعملوها بالخلاط او تهرسوها. هلا الخلاط يمكن صعب، رح تكون تقيلة عليه، فبالدق يمكن اهون، او اذا خلاطكم ماركته قوية بشد، فبامكانكم تعملوها بالخلاط. كمان هي من المقبلات الباردة، خصوصا هلا بايام الصيفية كمان طيبة. وبتحبوا تزينوها بالكمون بالبابريكا، او بس زيت زيتون اللي بدكم اياه. انا كنت مصورة الطريقة من الاول، بس ما انحط بالفيديو، انحذف. هي بس بسلق البطاطا بالاول، اما بهرسها بمدق الثوم او بالخلاط، وبضيف عليها عصير ليمونه وملح ومعلقتين كبار لبن وثلاث اربع معالق طحينه. طبعا انتم بقى بتشوفوا الكثافه وبتذوقوا الملح والحمض وبتسكبوها. بتاكل جنبها سلطه او لبن رايب، اللي بدكم اياه، مخلل، كله طيب. وهذا كان غدا اليوم، خفيف ونظيف وطيب كمان. وتابعوني لحتى نكمل الفقرات النهائية بهذا الفيديو. وبعد ما خلصنا الغداء طبعا ان شاء الله راح انا بلش يوميا اقرا سورة البقرة. فيها راحة نفسية كتير، يعني انا قريت انه كتير ناس استفادوا عليها، فان شاء الله راح واظب عليها يوميا، وقلت بذكركم فيها كمان. وهيك بيدوبنا الثواب انا وانتو. واحكوا لي بالتعليقات مين مواظب عليها. وهلا هون بدي اعمل حلو خفيف، ونفس الوقت كمان عشاء. حضرتوها اكيد عرفتوها، هي سندويشة الزبدة والمربى، كمان من اطيب الاكلات عندي، ونحن هون بالبيت بنحبها كتير. فقلت بعمل لهم سندويشات منه تحلاية ومنه عشاء. وطبعا هذا الخبز هو خبز عربي بالشوفان، ما في اي سعرات حرارية، كتير مغذي. هون ضفت عليها المربى. طبعا انتو اي نوع مربى بتحبوه بتحطوه، مربى المشمش، مربى الفريز، اللي بتحبوه. وكتير طيبة ولذيذة الصبح عند المساء، بأي وقت بدكن اياه.
هذا هو نوع الخبز، خبز عربي قمحة كاملة. ولهون اخواتي بكون خلصنا الفيديو لهذا النهار. بتمنى ينال اعجابكم. اذا حبيتوا يا ريت ما تبخلوا علي باللايك والاشتراك، واذا ما حبيتوا يا ريت هيك كلمة حلوة ودعوة من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.